عزيزي المشاهد المتابع القديم لمدينة الخبراء، بما إنك دلوقتي خبير أكيد أنت من مواليد الجيل الذهبي بتاع الكرتون، فهحب أرجع بيك بالذاكرة لفترة أكيد تفتكرها كويس. فترة لما كنت طفل فضولي بتسأل في كل حاجة وعن كل حاجة. في الفترة دي كان دايما لما بتوصل بأسئلتك للحد الأقصى من الفضول والإزعاج لأهلك كنت بتسمع الجملة الذهبية بتاعت: حبيبي، ممكن تروح تتفرج على الكرتون شوية وتسيبنا نخلص اللي بعمله؟ أكيد كخبير فاكر الجملة دي كويس، صح؟ ساعتها كنت بتفتح التلفزيون أكيد على واحدة من الأفلام اللي بتسرح معاها في عالم خيالي زي توي ستوري، طرزان، والخبيرات، أكيد سندريلا. كل دول بينهم حاجة مشتركة ألا وهي شركة ديزني صديق الخبير، المنتج الأول والأقوى لأفلام الكرتون، الثقة الأولى للأهل في إنهم يسيبوا طفلهم قصاد قصصهم وحكاياتهم. لكن هل أنت عزيزي الخبير بعد كل العمر ده لو عندك طفل هل هتسيبه قدام أفلام ديزني؟ ولو إجابتك فأنت أكيد فايتك كتير عن الجزء الأسود اللي اتحولت لأفلام ديزني. فيلا نبدأ حلقة النهاردة. زي ما انت عارف يا صديقي، ديزني غنية عن التعريف لأنها أضخم شركة أنيميشن في العالم. أفلامها بتحقق مبالغ خيالية كل سنة. الشركة دي عملت غلطة كلفتها كتير، مش بس من أرباحها اللي انهارت، ده كمان من سمعتها. لأن ديزني في 2019 في مؤشر أكشن هاريس اللي بيقيس محبة الجمهور وثقة الناس في الشركات كانت في المركز الخامس، لكن في السنة الحالية اللي هي 2023 بقت في المركز ال77 ومتوقع تنهار أكتر. الواضح إن مش ديزني لوحدها اللي بتواجه الكارثة دي. شركات كتير ليها وضعها ومكانتها في العالم اتبعت نفس سياسة ديزني وبينتهي بنفس المصير، بيخسروا فلوس كتير وكمان محبة الجمهور ليهم. عارفين ايه هي الكارثة دي اللي بتهدد كتير من الشركات؟ الكارثة دي هي دعم الألوان. بين قوسين لو انت خبير قديم، أنا بتكلم عن العجلات الألمانية. لو انت فاكر الحلقة بتاعت حاجات مرفوضة بقت مقبولة، هسيبها لك لو عايز تشوفها. وطبعا بنستخدم المسميات ديت لأن اليوتيوب زيه زي ديزني ماشي ورا الموضة الغربية الجديدة ومش حابب الاسم الحقيقي ورا الموضوع ده، فهنكتفي بالألوان طول الحلقة. الألوان بقت متركزة بالذات في برامج الأطفال والموضوع بقى منتشر جدا. بس ليه؟ ليه كل الدعم ده؟ ليه بيدخلوهم في كل مكان؟ ليه عاوزيننا نبلع أو نتقبل موضوع الألوان بأي طريقة؟ هيجي خبير منكم ويسأل: انتوا ليه جايين تتكلموا عن الكرتون ومدخلينه في السياسة؟ صديقي الخبير، السياسة بتحشر نفسها في الكرتون وبتلعب على أحب حاجة لينا وأهم جزء في حياتك، الطفولة. صديقي الخبير، الكرتون اتحول من أرض خيال وذكرياتك الجميلة لأرض مخيفة ومرعبة ومكان مليان فخاخ فكرية لكل طفل. وواجب فريق الخبراء إنه يدافع عن القيم وعن البراءة اللي عشناها وحقق أطفالنا إنهم يعيشوا من غير أي تشويه. فتعالى صديقي الخبير نشوف الموضوع بدأ إزاي. الموضوع بدأ بذكر الألوان. كان الأول لمجرد السخرية والهزار، كانت في تلميحات هدفها الضحك والكوميديا البحتة، لكن مع الوقت اتحولت ديزني فجأة للصراحة الكاملة وكمان للدعاية. اتعمل كرتونات كاملة عن الألوان ووصل الموضوع لدرجة سيئة جدا وخبيثة، إن في شخصيات كرتونية في البداية بيكون ما عندهاش ميول للألوان لحد ما المشاهد يتعلق بيها وبالشخصيات دي. ومن هنا بتبدأ تظهر حقيقة الشخصيات بميولها للألوان، بحيث إن طفلك يتقبل الموضوع ويشوف إن الشخصيات اللي حبها وكان نفسه يكون زيها طول الفترة اللي فاتت بقت بالشكل ده. طبعا بالنسبة ليا وليك الموضوع واضح لأننا خلاص عرفنا الصح والغلط، لكن بالنسبة لطفل ما يعرفش غير الانبهار بعالم سحري، الموضوع هيبقى مفيش فيه أي مشكلة. لا وكمان هيكون مقبول ليه الألوان حتى لو ما تبناش الفكرة. من أشهر الأمثلة على الكرتون حصل فيه الحركة دي هو كرتون وقت المغامرة، لما ظهر موضوع الألوان في الحلقة الأخيرة لشخصيات اتعلق بيها الجمهور في الكرتون ده. أيوة، اللي هما أميرة العلكة ومارسيلين اللي قدامك على الشاشة، وغيرهم اللي بعد ما الأطفال اتعلقوا بيهم وحبوهم فجأة لقوهم بالوضع الغريب ده. هل تفتكر الموضوع وقف لحد كده؟ لا، الوضع كمان وصل لبعض الألعاب، وما أعتقدش الشركة دي هتقف عند كده، لأن حسب تصريحات مسؤولين كبار في الشركة إنهم شايفين اللي بيعملوه ده مفهوش أي غلط وإن ده حقهم. مشكلة الحركة دي إنك ما تتوقعهاش، فجأة تلاقي نفسك أنت وحبايبك بتتعرضوا ليها من غير سابق إنذار. طبعا في أعمال بيكون واضح فيها الألوان قوي، الخطر الأكبر من كده إنك تتفاجئ، زي مثلا تبقى قاعد مع عيلتك بتشوف كرتونك المفضل وإذا بتلاقي قدامك مشهد للألوان. في الوقت ده يا تطفي التلفزيون يا تبص في أي مكان تاني عشان تتفادى القذارة دي. ولو أنت أب أو أم مش هتعرف ده إلا لما تشوف طفلك بيتفرج على مشهد عاطفي بين شخصيتين ألوان في كرتون، والأسوأ لو ما تعرفش إن طفلك بيشوف ده. تفتكروا السؤال اللي قلته فوق؟
هما ليه بيحشروا الموضوع ده في كل مكان؟ طبعا بعد اللي قلته ده هتبدأ تحس ان الموضوع مركز ومرعب، وانه في شيء من المؤامرة، او الناس اللي مؤمنة بالنظرية دي من الخبراء هيبدأوا يملوا التعليقات من جملة انا عارف او انا صح والكلام الجميل ده. لكن تعالى يا خبير، منك له لها له، وفكك بقى من جو السرية والملفات اللي ما تطلعش عليها حد بس هو عارفها هو واصحابه. تعالى اقولك مين فعلا اللي بيدعم الفكرة دي، وليه منتشرة بالشكل الفج ده رغم انها واضحة وصريحة انها فكرة غبية. يلا شوية حماس عشان اقولك مين. شوية أغنياء بس. كل الموضوع وما فيه هم شوية أغنياء من الولايات المتحدة عندهم شوية أفكار ليها علاقة بالألوان، بيفرضوا الأفكار دي علنا من خلال سلطتهم اللي هي طبعا الفلوس. والولايات المتحدة هي أساس أعمال الأنيميشن، عشان كده دخلت الألوان في الأنيميشن. ومن ضمن الأغنياء دول بيتر بافيت وورين بافيت أصحاب منظمة نوفو، واللي اتبرعوا بملايين لأهداف منها الألوان. زي مثلا في نوفمبر 2022 وورين عمل تمويل للمنظمة بقيمة 750 مليون دولار. وبرضه الغني تيم جيل صاحب منظمة جيل برع للألوان خلال 25 سنة بقيمة 350 مليون دولار. ده غير مساهمته السياسية أنه تخلي الجواز من نفس الجنس قانوني في ولاية من ولايات أمريكا، وغيرهم كتير. تخيلت معايا عزيزي المشاهد كمية المبالغ اللي بتتصرف على دعم فكرة واحدة بس، حتى لو كانت فكرة غبية، ومدى قوة الفكرة دي إلا إن الدعم هو اللي بيمنحها القوة. طبعا هتسألني سؤال، هو الأغنياء عاملين دوت كده ولا بشكل تطوعي بيدعموا الفكرة دي؟ مفيش أفضل من الدكتور عبد الوهاب المسيري اللي يرد عليك ويشرح لك الفكرة دي. هسيب لك لينك الفيديو ليه في الوصف، اتفرج عليه بس بعد ما تخلص الحلقة. نرجع للسؤال التاني، طب هم عملوا كده ازاي؟ في الواقع استخدموا طرق كتير، لكن أهم الطرق عملوا تغيرات سياسية وهي السماح بالجواز من نفس الجنس اللي خلوه قانوني. والتغييرات دي طالت ولايات كتير كانت محافظة ومش متقبلة فكرة الألوان، تقبلت الفكرة. وبسبب الأغنياء دول نجحوا إن هم يوصلوا أوباما للحكم، وعشان يوصلوا أوباما للحكم صرفوا مليارات الدولارات. ده غير إن من ضمن الأسباب لأن أوباما يمسك الحكم هي عيلة بريتسكر اللي بتدعم الألوان. ولما وصل أوباما للحكم وفى وعده للعيلة دي وهي دعمه للألوان، وتأثيره السياسي ده ساب أثر كبير على الشركات الكبرى وعلى المجتمع الأمريكي. باختصار، ظهرت البروباغندا يا أصدقاء لأنه نشأ وهم كاذب للشركات والناس في المجتمع إن الأغلبية من الشعب تقبلوا فكرة الألوان، وده خلى الشركات ومنها شركات الأنيميشن عشان تكسب رضا غالبية متقبلي الفكرة دي اللي ملهاش وجود على أرض الواقع أساسا. وده اللي خلى الناس تخاف تنتقد الألوان عشان أغلبية الداعمين ليها اللي مش موجودة أصلا. واللي ساهم الإعلام في إنه كبر الخوف من الفكرة دي للي ينتقدها، وبقى فكرة الألوان بتخوف بلد كامل باقتصاد كامل ومن وهم مش حقيقي. وحتى ثقافة الإلغاء اللي بيخاف منها الأمريكان اللي هي في الواقع مبنية على وهم بيعيشوا مدراء الشركات اللي بيطردوا أي شخص بينتقد الألوان خوفا من التعرض للأذى أو الإلغاء من الناس اللي بتدعم الألوان، واللي كان عددهم قليل جدا قبل ما الإعلام يديهم قوة. وعشان كده خسرت بعض الشركات زي ديزني خسائر جامدة بعد دعمها لفكرة الألوان في أفلامهم الجديدة، فاكرين إنهم هيكونوا في تقبل شديد للفكرة. لكن الواقع بيصدمهم وبيصدم حساباتهم البنكية وبيكلفهم فلوس كتير، والسبب إن الناس في الحقيقة مش متقبلة فكرة الألوان. وقدامك حل من الاتنين، يا تدعمهم زي ديزني ساعتها هتتحمل خسائر مالية، مش هتدعمهم الإعلام هيخليه في قائمة الإلغاء. هي دي حياة الغرب في 2023، حالة غريبة من انعدام المنطق. هنرجع برضو لسؤال تاني من بداية الحلقة، إيه سبب كل الدعم ده ليهم؟ بعيدا عن نظرية المؤامرة في سببين. السبب الأول هو التوجهات الفكرية المنحرفة للأغنياء دول، واللي سبت لك الفيديو بتاع الدكتور عبد الوهاب المسيري في الوصف زي ما قلت لك. بس هل ده سبب كافي؟ في الواقع كافي إن في أشخاص يصرفوا كل ثرواتهم عشان توجههم الفكري. مستغرب، بس في حروب كاملة اتعملت بسبب توجهات فكرية. ولو ناسي أحب أفكرك بأقصر شنب أرعب العالم. الحرب دي كلها كانت عشان فكرة، لكن المصيبة لما يكون التوجه الفكري غبي ومنحرف ومليان غباء وتناقضات. يعني مثلا المجتمع مبني على ثنائية الرجل والست. لا، لحظة، كنسل كل ده ولازم نخالف المجتمع ونوصفه بالرجعية والتخلف، ونقول إن الراجل والست مجرد أفكار بيزرعها المجتمع في عقلنا. الدين بيقول لنا إيه هو الصح والغلط؟ لا، كنسل، مفيش حاجة اسمها صح وغلط. وهنا عاوز أقول لك حاجة،
دي من أكتر الحاجات الغبية اللي سمعتها في حياتي، لأن مفيش حد يقدر يعيش من غير صح وغلط. صاحب التفكير ده عاوز يتهرب من معايير الدين والمجتمع ويفرض معاييره الشخصية عشان يبقى الصح الحاجة اللي هو بيحبها والغلط الحاجة اللي هو بيكرهها، فملوش حق يفرض رأيه على حد أساسا، لأن كل شخص حر إنه يحدد إيه الصح وإيه الغلط. أنت ليه بقى عاوز تفرض معاييرك على الكل وفي نفس الوقت بتقول إن المعايير دي نسبية؟ ومن هنا بنقول إن الفكرة دي غلط، وإن المعايير الصح والغلط مش مطلقة، ما بتتغيرش، بناخدها من الدين مش من البشر. فاللي بيقول على نفسه مثلي ده مجرد طفيلي بيتغذى على الجسم اللي هو فيه، ولأن مفيش تصنيف اسمه مثلي، لأننا كلنا جايين من أم وأب، سواء رضيت بده أو مرضتش مش هتعرف تتخلص من حقيقة نظام الجنس الثنائي اللي هو الراجل والست. ده كان السبب الأول. يا ترى إيه السبب التاني يا عزيزي الخبير؟ السبب التاني هو الفلوس يا صديقي. الموضوع عامل زي تجارة. تعال أشرح لك وناخد مثلا جون سترايكر. حسب إحصائيات بريطانية واسترالية ودول تانية مختلفة، فالألوان أكتر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية، ودول أكتر فئة محتاجة رعاية وأدوية نفسية وطب. بس إيه علاقة جون سترايكر بده؟ جون سترايكر يا صديقي بيمتلك منظمة أركوس اللي بتدعم الألوان، وبجانب المنظمة دي بيمتلك شركة سترايكر للأدوية. أيوة بالظبط، بيعمل زباينه بنفسه عن طريق دعم الألوان، بمعنى بينشر الأمراض النفسية بين الناس وبعد كده يقول لك تعالى اشتري الدواء، علاجك عندي. أيوة صحيح، الرعاية الصحية في الولايات المتحدة مش رخيصة. بالمناسبة دي مصدر دخل كبير لشخص زي جون سترايكر. إذا كان سترايكر مستعد يتبرع $500 مليار في مجال، فاعرفوا إنه أكيد هياخد أكتر من المبلغ اللي دفعه بكتير. وفي من جون سترايكر كتير، لأن في أكتر من كده بيدعم الألوان. يعني دعم التحولات الجنسية. التحولات دي بتحتاج عقاقير طبية بيستهلك الإنسان طول حياته، ده غير عمليات زراعة واستئصال الأعضاء اللي ليها تخصصات ومرافق طبية ومباني ومعدات كتير. كل ده بيجيب فلوس كتير جدا، ممكن نقول إنها مصادر دخل مليارية. والمجال ده عشان يحقق كل الفلوس دي بيحتاجوا يقنعوا الناس إنهم اتولدوا في أجسام غلط. عشان كده الرعاية الصحية في أمريكا بتتقدر بإنها متفوقة على الإنفاق في المجال العسكري. وللمعلومة هي أكتر دولة بتصرف في المجال العسكري. تمام، دلوقتي عرفنا مين اللي بيمول وبينشر الألوان وليه بينشرها. طيب ليه بيستهدفوا الأطفال؟ وطبعا ما أكتر المحتوى المليان ألوان في وقتنا ده في الغرب. بس ليه بيقدموا المحتوى ده للأطفال في المدارس؟ والإجابة هي إن الطفل أحسن زبون، لأن زي ما قلت لك في عقاقير بيستخدمها المتحول جنسيا، والشخص لازم يعتمد عليها طول حياته. وطبعا طول حياته دي لما يكون طفل هتكون أكبر من شخص عنده 30 سنة، لأنه هيستهلك أدوية أكتر على فترة زمنية أكبر، وده هيكسبهم فلوس أكتر. عشان كده بتشوف إن الألوان في مجال زي الأطفال لازم يكون هو هدفهم. باختصار هي دي الخطة اللي استخدمها جون سترايكر وأمثاله، إنهم يدعموا الألوان في كام نقطة. إن هو حسس الناس إن هم مش كويسين وإن الواقع كله غلط. افرض عليهم الأدوية اللي هتعالجهم وهتخفف عنهم. عرفهم إن طريق النجاة إنهم يغيروا جنسهم. عرفهم إن هم محتاجين أدوية ياخدوها طول حياتهم. وسع فكرة الألوان عشان تبقى ظاهرة عالمية ومحدش ينتقدك. ومن هنا بنعمل عالم كامل من التجارة بحياة البشر وبأعضائهم، لكن بغلاف قانوني ومحدش يقدر يتهمك بأي حاجة. وإن لو ابنك عاوز يحول نفسه جنسيا وحد من أهله منعه، بيتاخد الطفل منه. وده حصل فعلا، وأعتقد سبق يا صديقي الخبير إنك سمعت عن حوادث مشابهة اللي بقوله دلوقتي. ومش كده وبس، ده كمان هيوصل بالضغط بيهم على الأكاديميين والناس في الجامعات إنهم ينكروا الحقيقة العلمية في سبيل دعم فكرة. عشان في الآخر لما يجي واحد زي مات وولش ويسأل في الوثائق الشهير بتاعه What is a woman، اللي هسيب لك اللينك بتاعه برضه في الوصف، اتفرج عليه بعد الحلقة. وأنا كخبير بقولك هتستمتع وانت بتتفرج على علماء الاجتماع وهم بيتجاهلوا الحقائق العلمية لمجرد انهم يبعدوا عن حالة الإنكار، وانهم يكونوا في الصف اللي فرضوا عليهم الموضة. باختصار الألوان خطر على الدين، خطر على الفطرة، وعدوة ليها. والفكرة هي مش مجرد ملياردير مريض ما عندوش أي مشكلة إنه ينشر فكرته بأي طريقة عشان الفلوس، اللي هو ممكن في بعض الأحيان ما يكونش مؤمن بيها. يعني مثلا أي واحد من اللي ديزني بتدفع تمن تأييدها لفكرتهم دلوقتي هيسحب استثماراته منها بعد ما سهمها نزل وبقى في الأرض بسبب سمعتها اللي هم سبب من الأساس في تشويهها. الناس دي يا صديقي المؤيد للفكرة مش شايفاك إلا إنك وسيلة عشان يكسبوا بيها فلوس أكتر.
سواء من خلال دعمك للفكرة وبكده تسوق لتجارتهم الفاسدة، أو إنك تكون المستهلك اللي هيعيش طول حياته أسير، إما إنك تديهم فلوس أو إنك تخسر حياتك، وفي كلا الحالتين أنت رهينة ليهم مربوط من رقبتك. وفي النهاية أحب أقولك إنها مش كلها سواد زي ما أنت شايف، إلا إن ديزني بتنهار، ولأنها اتبنت الفكرة الغلط وأصرت على دعمها. وحاليا في واحد اسمه رون دي سانتوس، الشخص ده هو حاكم ولاية فلوريدا، واللي يعتبر العدو السياسي الأول لديزني وليه اللي بتنشره. ده غير إنه محتمل كمان يكون مرشح رئاسي في الانتخابات الأمريكية الجاية، وبكده ينقلب السحر على الساحر. من خلال نفس السياسة اللي فرضتها الألوان علينا، هيتفرض على كل من يؤيدها الخسارة والخراب. وجه دورك يا صديقي الخبير في الجزء الخاص بيك من الحل. ولو بصينا على الناس اللي بتدعم الألوان، فهي بدأت تقع وعلى وشك إنه يتم الانتقام منهم للمعارضين الفكرة زي ما قلت لك. ودلوقتي مفيش غير حل واحد في إيدينا، وهو رفض الفكرة، ونحمي أطفالنا ونفهمهم المحتويات القذرة دي غرضها إيه، ونوعيهم ونعرف الألوان إن عمرنا ما هنتقبل فكرتهم مهما عدت السنين. ولو عايز بديل آمن لأطفالك من سموم ديزني، فأنت عندك كل ما هو قيم من الأنيميشن الياباني والصيني، وكل ما سبق عرضه على سبيس تون تقدر تلاقيه على اليوتيوب، وهتلاقي فيه اللي يسلي طفلك ويعلمه الأخلاق. وأظن فعلا إنها طلعت شخص صح. وبكده تكون خلصت الحلقة معايا. تابع القناة واستناني بحلقة جاية، واعمل لايك لو وصلت لحد هنا، وابعت الفيديو على كل جروبات الآباء والأمهات وتوعيهم. ومستني رأيك أو اعتراضك في الكومنتات. سلام.